مساء الخير للجميع. اليوم بدنا نعمل الأوديو رقم 9 الكتاب B1 باللغة اللوكسمبورغية. Lies erlauschtet den Text Abschnitte. اقرأ واستمع لأقسام النص أو سإنديا أو بليتسبويش. طبعا الجميع فيه يستمع للمقطع الصوتي اللي موجود على الموقع الإيميل وبيعرف كيف فيه يسمع للأوديو تبعهم. النص موجود بصفحة 16 بالكتاب. انا ما راح احط النص خليه على الشاشة طول الوقت، راح كبر الشاشة هون الترجمة اللي مترجمة ونترجم النص. فهاي الصفحة دمكومة تن كششت حياة او قصة حياة كوما. بس اتأكد من هالكلمة. قصة حياة يعني تاريخ كششتها. طيب لكبر هاي معناتها تمام. دقوما as in an India geboren an obgewus. ولد كوما ونشأ في الهند. دكوما هذا الفاعل، أصل الفعل في الهند كوبوا. كوبوا ولد أس كوبوا بازي كومبوزي أن أوبجفوس ونشأ كبيرة فيها. هين هو تزش شون على سكان في غمتسن انتغاسيات عندو فيغ أس هين أبدا أوني جانن في دكتور زجين. عم بيقول هون هين هو تزش شون على سكان في غمتسن انتغاسيات. كان مهتما كان مهتما هي هون. هين هوت انتغاسيات. هين هوت انتغاسيات. هي انتغاسيات باسي كومبوزين مع الفعل المساعد هوت. هين هوت انتغاسيات. هين هوت زيش شون أليس كانت هو كان مهتما لما كان طفل بالطب. أندوفيغ ولذلك السهين استخدمنا أندوفيغ ولذلك إجا الفعل مباشرة لأنه صارت بداية جملة جديدة. أندوفيغ السهين جبنا الفعل قبل الفاعل. السهين أبدأ أوني جانن. أس هو الفعل المساعد للفعل جوين جانن بالبازي كومبوزي. يعني لما نصرف الفعل جوين للبازي كومبوزي بدنا نعمله بالماضي، وهذا ماضي مركب وهو نفسه الماضي الناقص الامباغفي نفس المعنى. بس بالماضي الناقص بدل جوين نستخدم تصريف تاني اللي هو جونت جوف شيء مثل هذا. هو جاي معنا لقدام بكتاب B1. في دكتور زوجين انه رايد يصبح دكتور. جين يصبح زوجين ليصبح دكتور. نمشتديوم هو هيزن ايش براكسس زو نيو ديل هي جماخ ob جماخ انا اليس جنراليست كشافت. بعد التخرج افتتح عيادته الخاصة في نيودلهي وعمل كطبيب عام. طيب نوم اشتوديوم. هلا لفظ الكلمات رح نسمعه وبعتذر اذا كنت ما عم بعرف الفظ الكلمات مزبوط. فيكم تسمعوا للنص مثل ما حكيت وهلا كمان نجرب نحكي الكلمات. وبعتذر اذا كنت ما عم تمام. نوشتديوم بعد التخرج بلشوا الكلمة. هوت وين الفعل؟ افتتح أبجماخ. هوت أبجماخ افتتح. شو افتتح؟ افتتح عيادته الخاصة. هي هوت هي تن إيش براكسس زونيو دهلي أبجماخ أن ألس جينيغاليست كشافت واشتغل مثل دكتور عام. تمام. Den innerskitterkjente aim غيش أس groß an India. الفجوة أو الاختلاف إناشيت بين الأغنياء والفقراء. أيام غايش أو غيش
هلا بنشوف لفظة غايش. لا مو غايش، اذا كانت غايش تنكتب اي وبعدها اي، تلفظ اي، بس هي هيك بتصير اي غيش غيش. اسك غوس ان انديا، انه الفرق بين الفقر اللي هو ايم والغنى اللي هو الغيش كبير بيناتهم بالهند. يعني يا عندهم فقر كتير يا عندهم غنى كتير. عندكم ما هو زيش سوسيال شتاك انكاجيات وكوما ناشط اجتماعي. انجاجيات بتوقع هاي اجتماعي. مرت معنا كلمة كمان انجاجيغن انه يشجع. عند كوما هذا الفاعل هوت انجاجيات، هوت انجاجيات ناشط اجتماعي. سوسيال اجتماعي، شتاخ معناتها قوي. An EMEI am quartier Wunderstadt medizinisch helf angeboten ويقدم المساعدة الطبية في الأحياء الفقيرة بالمدينة. لنشوف هاي الجملة كيف صارت. آن و إمي آم هاي الفقراء، كارتيه الحي، فوندرشتات في المدينة، تن يعني تن ميديز تنش انه بيقدم المساعدة الطبية. ميدسينش هاي الطبية، الهلف مساعدة، مساعدته الطبية. يقدم اوكبودن، يقدم. النص كلياته بالبازل كومبوزي. لنشوف المفردات ولفظات. بس اتأكد اذا شغال الصوت ولا لا. Geboren. Gebur. ما طالع الصوت. Geboren. شوف اذا طالع الصوت. Geboren. Gebur. Geboren. Geboren. Gebur. Geboren. هلا انا طالع عندي انه طالع الصوت بالفيديو، بس ما بعرف اذا الصوت عالي ولا لا باللفظ. مقوي انا على الاخر بصراحة. راح اجرب شوف الموبايل. لا والله يبين من هون. تمام. Geboren. Gebur. Geboren. تمام. Geboren. Gebur. Geboren. تمام. اذا الصوت مانو كويس بتوقعه كويس، يبقى عاد المرة الجاي نسجل مباشرة على المايك. كبيرن كبورن هو يولد. كبيرن كبورن يولد. Opwursen. 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 Opgewurs. ينمو، يترعرع، يكبر، ينشأ. Studium. 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 Studium هو يتخرج. Asian. 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 Asian ضمير تملك، مثل ملكيتي، انه هذا الشيء لإلي انا. بالانجليزي هي own، بالقوبا بالفرنسي، بس هي ضمير او صفة adjective، صفة. Asian. ضمير انه تملك، انه هاي الشغلة لإلي انا. Praxis. Praxisen. براكسس كاتبين هون سيرجري دكتور. براكتس براكسس.
كاتبين هون practice habit practice application. في لها 3 ترجمات. أول ترجمة practice application إنه تطبيق تدريب أو برنامج تدريب. practice habit إنه عادة تدريب، وبتوقع عليه معنى يلي بالنص هو جراح. دكتورز practice، دكتور متدرب يعني، ما بتوقع جراح. practice. نشيد نشيدة هو مختلف، اختلاف. ام ما تلفظ الار. ام الفقراء. غايش. الآ مع الآي لفظة آي. غايش كتير قريبة للفظ الإي آي، ومعناتها هو غني. قوي. انجاجيات. انا مخربط بينها وبين كلمة انجوغاجيغن يشجع. هون شو جاي معناتها بالنص هاي؟ انجاجيغن انه ناشط اجتماعي. والله بدي ترجمها على جوجل لنشوف، لانه بتذكر في صورة اخذناها بيكونوا العالم عم تشجع المتسابقين، فمكتوب انهم ديلايت انجاجيات دليفا، انه الناس عم تشجع المتسابقين. فخربطت بينه وبين هاي الكلمة. تعال نشوف شو معناها بالله. جوجل حتى لفظها صعب. توظيف. توقع معناها بالنص غير هيك. انكاجيات يعني كلها جاي معنى توظيف. هي أول معنى. لتوظيف يتعهد توكيل المحامي. بالنص الترجمة هون شو كاتب؟ عندكما هو تزيش سوسيال اشتاق انجاجيات. فينا نقول انه توظف كناشط اجتماعي بقوة، لانه هو بالماضي هو انجاجيات. يعني القارئ عم يخبرنا عندكما هو تزيش سوسيال اشتاق انجاجيات. ناشط اجتماعي ما بتوقع معناها ناشط اجتماعي، انه معنى ناشط لا، انه توظف كعامل اجتماعي. سوسيال اشتاق قوي، ما بعرف، او مساعد اجتماعي. ان ايمي ام كارتيه فوندخ شتاتتسن ميتسنش هلف اوجبودن. طيب انجاجيات بصراحة ما عم لاقي لها، يعني هي معناها توظيف، بس بالنص جوجل عاطيني ترجمة ما منطقية. يعني كارتيه هو الحي. مدتسنش ميديكال طبية صفة يعني. اوكي. اوبيدن
اوجبودن. فولنتير متطوع، بس كاتب الرفلكسيف، معناتها اذا اجى معه تعال نشوف دنوبا. شوف المثال، دنوبا هو تزش اوجبودن، الجار تطوع. ايزن هوتسو فازوجن لكلبنا، ما بعرف شو معنى فازوجن. فامير فغيزن، بتوقع لما سافرنا، يعني وقت سافرنا. فازوجن ما بعرف شو ترجمتها بصراحة. تعال شوف فازوجن كله كمان عاد بالفرنسي ما بعرف. كارتي حارس، كونسيرف، حافظ ممكن. يحفظ فازوجن، مزبوط فازوجن يحفظ. انه جارنا تبرع لكلبنا يحفظ لما سافرنا. دنوبا هو تزيش اوجبودن ايسن هوند فير فازوجن فما او فامير فغيزن. جارنا تطوع يحفظ كلبنا لما سافرنا او عندما سافرنا. فمعناتها أبودن لا ما فازوجن. هاي الكلمة يا حبيبي وينه هذا؟ الله يرضى عليك. ها هاي هي أوبيدن. أوجبودن يتطوع مع شو؟ مع الرفلكسيف، يعني لما بيجي مع زش هون أظن بالرفلكسيف. طيب to offer يعرض، معناتها بدون فعل انعكاسي يلي هو زش مش دش، تجي بمعنى offer يعرض. حقرا النص بالعربي ونشوف معناه للنص. ولد كوما ونشأ في الهند. كان مهتما بالفعل بالطب عندما كان طفلا، لذا ذهب إلى الجامعة ليصبح طبيبا. بعد التخرج افتتح عيادته الخاصة في نيودلهي وعمل كطبيب عام. الفجوة بين الأغنياء والفقراء كبيرة في الهند، وكوما فينا نقول وكوما موظف أو توظف اجتماعيا ويقدم المساعدة الطبية في الأحياء الفقيرة في المدينة. Op einem Kongress zu London هو تكوما أن لتسبويجن هلا بنشوف كيف لفظة. كان كليات أزش أزي فليفت نو تسويوا فارن باتسيون الإي بتلفظ مثل الفتحة ومثل الآل خفيفة. الآر أغلبها ما فارن فن باتسون فان باتسيون. تعال شوف لفظة كيف والله اللفظ عندهم صعب. باتسيون علاقة، فباتسيون يعني باتسيون باتسيون فباتسيون فان باتسيون. تأكد منه بالله، معقول كاتبه غلط. دنكوما زش انديا لا. فليفت فان باتسيون وين هاي راحت؟ فان باتسيون هذا. رح نسمع لفظ الكلمات وبعدين نرجع للنص. كونغرس المؤتمر. يعني هاي كلياتها البي مع اليو مع الاي الار جي اي ار لتس بويا. هاي كلياتها لفظة شو؟ بويا. كم حرف؟ 2 4 6 7 أحرف اللفظ بويا. بويا غن بويا بدون، لا عفوا 6 بدون الار.
لتس بويا غن. تمام. لتس بويا غن. verleven, verleefd, عفوا لتس بويا غن لوكسمبورغية. فليفن فليفت الحب، verleven, يقع في الحب. verleefd, Beziehung, بتسيون Beziehungen, بتسيون بتسيون Beziehung, Beziehungen, Beziehung, Beziehungen, علاقة relationship. Näherlosen, 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 Nähergelos, نيا لوسن هي المرادفة لندى لوسن. شو معناتها طيب؟ Niederlosen, Niedergelos, ليه ما حاطط الترجمة أنا؟ to settle, to take up resident, to establish oneself, to ally, to settle down. طيب ناخد هذا السطر نعمل له كوبي ونروح من ترجمه. للاستقرار، الحصول على الإقامة، لإثبات الذات. to settle معناتها الاستقرار. وين كنا؟ Niederlosen, وين جايب النص؟ Niedergelos, وقرروا الاستقرار. ندى لوسن، ندى لوس، نيا لوسن، ندى لوسن. طيب Opbauen, opbauen, Opgebaut, to set up, to create. Opbauen, Opgebaut, Opbauen, Opgebaut, opbauen, opgebaut, to rebuild, to reconstruct ليعيد بناء أو ليبني. to set up, to create ليخلق، ليبني. Opbauen, bauen, Opgebaut, opgebaut. bauen لحالها يبني. opbauen بتوقع لي opbauen. هلا بنشوف معناتها بالنص لأنه ترجمتها هون غير ترجمتها بالنص. هني نفس الترجمة لكن التصريف ممكن تكون صفة، ممكن تكون فعل، ممكن تكون ما بعرف كيف معناهم بيجي يعني بالنص. اللي قدامي موجود بالإنجليزي to set up, to create, to rebuild, to reconstruct يعني ليبني، ليخلق، ليعيد بناء، ليعيد تشكيل. Opbauen, هاي نفسها opbauen. Opgebaut, طيب Grinnen, Gegrinnt, Grinnen, غرن كغرنت Gegrinnt, to found يوجد. وغرند لحالها هي معناتها بسبب، وهي جمع لكلمة غرن سبب. غرن غرين، غرن سبب، غرين أسباب، كغرنن كغرنت ليوجد. كمان في عندك كلمة تانية بتنقرب معنا بسبب هي فينست. طيب مروا على النص كمان تجربة بسبب تنكتب هيك. وينها؟ فينست. تعالوا نشوفها. فينست، فينست هي because of Weinst, وهذا ضمير. وعندك غن كمان بتجي معنا بسبب. جروند غن ليك ريزون. Grund, Grin, هي اذا في اخرتها دي بتصير جراوند الارض، بس جرون لحالها شو هي؟ masculine noun popular غن. ايوه جرون لحالها بشكل وجروند لحالها شكل. جروند لحالها هي الارض، لما بنجمعها بتصير غن سبب، واثنيناتهم اسم. طيب في مؤتمر لندن. Op einem Kongress zu London het komma en lidboeren genkleed zich sie verleefd. Op einem Kongress في مؤتمر zu لندن بلندن het الفعل المساعد ل كونكليات. كونكليات هدول اثنيناتهم كلمة واحدة على فكرة. كونكليات، كليات يتعرف، كونكليات اثنيناتهم مع بعض. هو كونكليات تعرفة. كوما ان لتسبوياغن للوكسمبورغية تعرف عليها بمؤتمر لندن. ازش وهو نفسه يعني ازش يعني هو، ازي وهو هي فليف توقع بالحب.
نحن بنقول وقع في حبها. الهاء يلي راجعة للمخلوقة هاي اللوكسمبورغية لهالإنسانة ضمير حبها، الهاء راجعة لإلها هي، يعني ها هي ضمير متصل بيعود لزوجة كوما. تمام، هني بيجيبوا الضمير قبل الكلمة. يعني وقع في حبها أزش هو. زي فليفت أزي فليفت ها حب، ها حب بدل حبها ها حب، يعني الها راجع لإلها. نوتسويوا فاغين باتسيون، باتسيون لحالها علاقة relationship. فاغين علاقة طويلة، فاغين باتسيون علاقة طويلة. بعد سنتين من العلاقة الطويلة فاغين باتسيون هون دي إليزابيث، معناتها إليزابيث اسمها. عند كوما زيش ان انديا ان اخ زولتسو بويش بشتويت ان ديسيديات وقرروا. بعد سنتين نوت ويوا فاغين باتسيون، بعد سنتين علاقة طويلة فاغين باتسيون هن بشتويت، هن بشتويت. شوفوا قديش في كلمات بين الفعل المساعد والفعل البازي كومبوزي الماضي المركب من تزوج، يعني تزوجوا بالماضي. هون بشتوت، هون دو إليزابيث عند كوما زيش ان انديا ان اخ زولتسب ويش بشتوت انه نتزوجوا بالهند وايضا في لوكسمبورغ. وقرروا عند السيديات زيش زولتسب ويش نيا زلوسن. وقرروا في لوكسمبورغ نيا زلوسن او نيدا زلوسن انهم يستقروا في لوكسمبورغ. في غزش سوزمن هي تلايفن أبزوباون أن فميزك غنن. في غزش من أجلون اثنيناتون في غزش سوزمن هي تلايفن، هي حياتهما، هي حياتهم، هي ضمير بيرجع لإلهم اثنيناتون. هي تلايفن حياتهما أبزو باون لبناء، لتشكيل، لخلق حياتهما. أن فمي زك غنن وليوجدوا عائلة أو ليكونوا عائلة زك غنن. تمام. في زمن هي تلايفن من أجلهما من أجل بناء حياتهم معا وتكوين أسرتهم. دائما بحطوا الفعل بآخر الجملة، يعني ما حاطين نحن مثل عنا باللغة العربية من أجل بناء حياتهم معا وتكوين أسرة، لا، بيجيبوا لك شو معا في غزش سوزمن من أجلهما أو من أجل مع بعض، من أجل حياتهما مع بعض، من أجل حياتهما مع بعض. في غزش سوزمن هي تلايفن من أجل حياتهما مع بعض بناء وعائلة إيجاد. من أجل حياتهما مع بعض بناء وعائلتهما إيجاد، هيك الترجمة الحرفية. في غزش سوزمن من أجلهما هي تلايفن حياتهما أبزو باون بناء أن فميزك غنن وتكوين أسرة. كونغرس هي قلناها، كونغرس مؤتمر. لتسبويرين لوكسمبورغية بتسيون ب يا دوب الإي، يعني الإي هون يا دوب ب بتسيون. نيدا لوسن أو نيا لوزن هي قلنا استقرار نيدا لوسن أو نيا لوسن. أوباون إعادة بناء، إعادة إنشاء، كأنه مكرره.
غنن تغرنت. gegründet, يوجد to found. طيب هلا لم تكن الهجرة إلى لوكسمبورغ سهلة على كوما، حيث ترك عائلته في الهند واضطر إلى التخلي عن ممارسته في لوكسمبورغ. أكيد ممارسة الطب. عفوا هون خلصت. واضطر إلى التخلي عن ممارسته. هلا جملة جديدة. وفي لوكسمبورغ أو في لوكسمبورغ لم يعد بإمكانه العمل كطبيب. كان كوما يتحدث الهندية والأوردية والإنجليزية. عندما جاء إلى لوكسمبورغ من أجل الحصول على فرصة في سوق العمل درس الفرنسية واللوكسمبورغية بشكل مكثف. تمام. رح نشوف المفردات ونرجع نقرأ باللوكسمبورغية. verlosen, فلوسن verlos, يغادر يفقد. verlosen, verlos, verlosen, verlos, فلوسن فلوس وفمسن اثنيناتهم معنى يفقد، بس هون جاي معنى يغادر. فلوسن فلوس هون to leave يغادر، فمسن يفقد عفوا. فمسن هاي منين جاي؟ فمسن جاي من لما بيسألوك لما طلعت انت من بلدك واجيت على لوكسمبورغ كنت بتشعر فمسن انه كان عندك شعور الفقدان للبلد، بيحطوا كلمة فمسن يفقد. هون فلوسن عفوا هون معنى مختلف تماما، هون يغادر، اما هديك يفقد يفتقد. Praxis, براكسس Praxisen, براكسسن Praxis, Praxisen, قلناها. هذا دكتور متدرب جراح. intensiv, انتنزيف مكثف. Emigration, هجرة Emigrationen, كلمة مؤنثة، اسم مؤنث. هجرة verlosen, عدناها هاي يغادر. Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt employment market موظف الماركت أو وظيفة الماركت. employ هو موظف، employment توظيف، ماركت توظيف أو هيك شيء ما بعرف بصراحة. Der Migration ob letzte Voyage war nicht einfach für Koma, weil hit seine Familie an India verlor, weil hit seine Familie an India verlor هو لكو حاطين الفعلين ورا بعض لأنه إجت فل. لأن عائلته في الهند فقد أو افتقد فلوس هوت. ليش حطينا الفعل المساعد بآخر الجملة؟ طبعا هي الجملة بازل كومبوزي يلي هي الماضي المركب. حطها يا سيدي الكريم لأنه في فل، ولما بتيجي فل السبب بنحط الفعل الرئيسي والفعل المساعد بآخر الجملة. أزن براكسس هو ميسن أوبجن. هون في مبني للمجهول مع فعل مساعد مع فعل له اسم هذا قواعديا موجود بكتاب بالبي واحد لقدام، والله نسيان شو بيسموه. لأنه ميسن هو تصريف، هو الماضي من مس، وجب عليه يعني بما معناه وجب عليه أو أي اضطر إلى التخلي، يعني اضطر مثل وجب، اضطر ميسن. التخلي أوبجن، هوت أوبجن لقد تخلى. هوت ميسن أوبجن اضطر أن يتخلى، بس اضطر أن يتخلى نحن هلأ إذا لقد تخلى هوت أوبجن، وجب عليه التخلي هوت ميسن أوبجن. مثل بالإنجليزي لما بنحط دقيقة لفرجيكم إياها بالإنجليزي شلون بتصير ترجمتها. كان علي الاستسلام، لا. have to give up كمان لا، ما هاي الفكرة بدي أوصلها. إذا حطينا هي طيب he had to give up. had هي ميسن. شو الحاضر من had؟ have و has. طيب شو الماضي من have و has؟ هي had. الهاد شو بقابله باللغة اللوكسمبورغية؟ ميسن. شو الحاضر من ميسن؟ مس. لما بقول أنا يجب علي التخلي أنا عم بحكي بالحاضر. إيش مس أوبجن. تمام.
شوف الأوبجن شو حاضرة عاد ما نعطيكم عاد نعرف. أوبجن أوبجوين يعني أوبجوين مزبوط أوبجوين أوبجوين، بس أوبجن معناها غير أوبجوين. هون كاتب لي يفتح يرفع أوبجن. وين النص؟ ليك ان شاء الله تكون قدرت توصل الفكرة. المشكلة انا ماني كتير قوي يعني، بس انا عم حاول اني ترجم النص بسرعة مع المفردات لحتى الشخص ما ياخد وقت كتير بترجمته. يعني اذا بده يقعد الشخص يترجمه على الجوال ويطلعون كلمة كلمة ويقعد يشوف وكذا، هون عم حاول اني اوصل الفكرة مع ترجمة النص خلال وقت قصير، فهيك بيختصر على الشخص اللي عم يشوف الفيديو، بيختصر عليه الترجمة مع المفردات مع تخبيصه بالعربي. تمام. Väl hiten för mig en India förlås هوت. قلنا väl لأن هي هو الفاعل، وإجت فال الفعل المساعد مع الفعل الرئيسي إجا بآخر الجملة. افتقد فلوس هو أزن براكسس وتخلي عن تدريبه الجراحي أو الدكتور تبعه أو الجراحة تبعيته هو تميسن أوبجن. عمو جوجل قالنا اضطر إلى التخلي عن ممارسته هي البراكسس أو وجب عليه التخلي. طب إذا نحن بدنا نقول لقد تخلى هو أوبجن، وجب عليه التخلي أو لقد وجب عليه التخلي، بما أنه عم نحكي بالبازا كومبوزي هو تميسن أوبجن. ما فينا نقول هو تمس أوبجن، ما فينا نقولها. ليش؟ لأنك أنت عم تستخدم ماضي عم تحط معه فعل بالحاضر. يعني مثل أنا عم أقول يجب أنسى، يجب أتخلى، عم بستخدم فعل بالماضي وفعل بالحاضر. لا، بدنا نعمل فعلين بالماضي. So letzte Boyas konnten nicht mehr alles Doktor schaffen. في لوكسمبورغ هي المفعول به أو ظرف المكان حطوه بأول الجملة. كونتين يستطيع، كونتين نت لا يستطيع. ماي أنيمور أنيمور شو ترجمتها بالعربي؟ أنيمور بعد ذلك، أنه لم يستطع. بعد الآن ماي، بعد الآن نت ماي أنيمور. أليس دكتور شافن لا كنت شافن، كنت نت شافن ما عاد بيقدر يشتغل كطبيب. كنت شافن. أيوة، لما استخدمنا الفعل المساعد كنت يلي هو يمكنه، تمام، حطينا فعل شافن بس بصيغة المصدر، ما حطينا كشفت. تمام. بس لأتأكد لكم من كنت تصريفها بالحاضر ولا بالماضي. كنت كنن، أيوة كأنه بالماضي يا صديقي. إذا بدنا نحكي عنه للشخص هو، أيوة بالضبط 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 بالضبط. بالحاضر لما بدي أحكي عنه هو باخد التصريف الشخص الثالث. عم بحكي عنه هين كان، هيان زي هات كان. تمام. لما بدي صرف الفعل المساعد كنن بالماضي البسيط، يعني لما أنا راوي للقصة وبدي أحكي عنه للزلمة إنه هو ما عاد بإمكانه يمارس مهنة الطب. تمام. هين كنت نت مي آلس دكتور شافن. شافن هي مصدر. لما بقول هين هوت كشفت أو هين هوت كشفت، أنا عم بعمله بازي كومبوزي. تمام. ليش غيرنا تصريف الكشفت؟ لأنها إجت مع موس، لأنها إجت مع زن أو مع هن.
بس لما بتيجي مع الأفعال المساعدة مثل مس، مثل ديف، مثل كون، مثل كنن، يمكنه، يجب عليه، يستطيع، يفضل، الأفعال المساعدة الثانية بحط الفعل بالمصدر تبعه. زولتس بويش في لوكسمبورغ كنت شافن. كنت هي النت لا يمكنه العمل. لا يمكنه العمل كدكتور بعد الآن. تمام. anymore like a doctor anymore may as a doctor. تمام. صارت الجملة لم يعد بإمكانه العمل كطبيب. دكوما هو هندي. دكوما هو لديه هندي أودو and English كشوات. هو كشوات يتكلم يتحدث الهندي والأوردو والإنجليزي. في هين في. ليش ما حطوا فان؟ لأنه الماضي من فان هي في. في هين أوبليتس بويش كام. ما قلنا فان هين أوبليتس بويش كام. قلنا هين قلنا في هي الماضي من فان. عندما هين أوبليتس بويش كام، عندما وصل إلى لوكسمبورغ كوم أس. حطينا في يلي هي مثل فال. تمام. الفعل الرئيسي يلي هو وصل كوم مع الفعل المساعد يلي هي أس تجي بآخر الجملة مثل هون فال فالوس هوت. فال فالوس هوت. في كوم أس. في كوم أس. في هين كوم أس. عندما جاء أو عندما وصل إلى لوكسمبورغ. في هين أوبليتس بويش كوم. لما بتيجي في فيل فان أوب هي أدوات الشرطية، بنحط الفعل الرئيسي والفعل المساعد بآخر الجملة. بعد في شو بيجي مباشرة؟ بيجي الفاعل والمفعول به. شو هو الفاعل؟ هين. المفعول به أوبليتس بويش جاء إلى لوكسمبورغ. فيغ آخبشت ماخت سوء العمل. اون شانس زوهن. فيغ آخبشت ماخت زهن الحصول. شوف هاللغة سبحان الله. من أجل سوء العمل فرصة حصل. حط الفعل بآخر الجملة. يعني الفعل دائما بزته بآخر الجملة، ما بهمه جاب لك المفعول به، جاب لك ظرف المكان، جاب لك ظرف الزمان، المهم عنده يحط لك الفعل بآخر الجملة. يعني طلع مثل هاي في آخبش ماخت من أجل سوء العمل ان تشانس فرصة زهن. ان تشانس زهن هاي جملة الحصول على فرصة. ان تشانس زهن. وهاي المفعول به. خلينا نقول في آخبش ماخت ان تشانس زهن. في آخبش ماخت ان تشانس زهن. من أجل سوء العمل. ما في من أجل سوء العمل فرصة حصل على فرصة. الحصول على فرصة من أجل سوء العمل. كيف عقله الواحد بده يقدر يركب هالجملة براسه؟ يعني أنت قاعد عم تحكي مع واحد. تمام. بدك تقول له لما اجى على لوكسمبورغ. تمام. من أجل الحصول على فرصة عمل هي هوت هي انتنسيف فرانسيس أليتسو بوياش كليات. كان انه درس الفرنسي واللوكسمبورغية بشكل مكثف. تخيل انت بالعربي كيف بدك تقولها؟ بالعربي شلون بتقولها؟ لما نوصل على لوكسمبورغ او لما جاء لوكسمبورغ من اجل فرصة عمل بالسوق درس اللغة الفرنسية واللوكسمبورغية. الجماعة هون معلم شو بيعملوا؟ دائما بحطوا لك المفعول به بالاول وبعدين بيبنوا باقي الجملة. يعني هون بالله طلع لي هون حط الظرف. يعني الأولوية دائما 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 الفعل عم يزت لي بآخر الجملة. طبعا العنصر هو الفعل الرئيسي بشكل عام بالزمن الحاضر بيجي بالعنصر الثاني بالجملة.
بس بتلاقي انت بعض الجمل بعض النصوص لما تكون بالزمن الماضي او لما تكون في اداه شرطيه مثل في، تمام، بيبني لك باقي الجمله كلياتها والمفعول به بيجي والفاعل بعدين بيجي اخر الشيء. يعني في هي اوبليتس بوياش كما اس، لمن هو او عندما هو الى لوكسمبورغ جاء. في هي اوبليتس بوياش كما اس عندما الى لوكسمبورغ جاء، عندما هو الى لوكسمبورغ جاء من اجل سوء العمل على فرصة حصل. هي هو هي انتنسيف فرانسيش قالت بويش كليات. درس اللغة اللوكسمبورغية والفرنسية بشكل مكثف. طبعا هون وهو هون اجوا فعلين مع بعض. ليش؟ لانه في قاعدة بتقولنا لما بيكون عندك انت جملة، تمام، وبعدها بدك تبلش جملة تانية، يعني جملة مكونة من شقين، جملة أولى وجملة تانية. اللي شاف تركيب الجملة عند المدرس الآن بيفهم عليه شو قصدي. هني عندهم جملة أساسية وجملة ثانوية، مثل جملة مبتدأ وجملة خبر. جملة المبتدأ من أجل سوء العمل لفرصة يحصل درس اللغة الفرنسية واللوكسمبورغية المكثفة. بصراحة كيف بدك تركبها بعقلك ما فيني أنا بسطها أكتر من هيك. فيهين أوبليتس بويش كما أس، لما جاء للوكسمبورغ قلنا إجت في معناتها الفعل الرئيسي والفعل المساعد بيجي بآخر الجملة. ليش؟ لأنه هو بازي كومبوزي، ولما بيجي معه أداة شرط مثل عندما في، أو لما بيجي أوب إذا، أو لما بيجي أي أداة شرط، تمام، الفعل الرئيسي والفعل المساعد بيجي بآخر الجملة. بيجي بعد في الفاعل والمفعول به. هي أوبليتس بويش هو للوكسمبورغ إجا فيغ من أجل أغبست ماخت سوء العمل أن شانس زهون، أن شانس زهون فرصة للعمل، حصل على فرصة، الحصول على فرصة. أن شانس زهون، أن شانس زهون مثل اللغة العربية، فرصة للحصول. هون المبتدأ والخبر جملة فعلية. هو تهين درس انتنسيف فرانسيش الاتسبوش كليات، تمام، درس اللغة الفرنسية واللوكسمبورغية. ما حابب طول، بتمنى الفكرة تكون وصلت. النص الثاني: خلال السنوات الأولى عمل كوما كمؤقتا في مختبرات ومكاتب مختلفة، من خلال زملائه اتصل بعد ذلك بمنظمة تقدم المساعدة الطبية في مناطق الأزمات. بفضل خبرته المهنية كان كوما بمثابة فوز المنظمة. منذ ذلك الحين كان غالبا ما ينشط في الخارج، ولكن أيضا هنا في لوكسمبورغ من أجلهم، ويهتم بمشاريع التطعيم ومقرضي العالم الثالث. نشوف في الأول المفردات. intern 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 شو معناتها intern؟ ملاحظة صغيرة، هاي الدروس أنا ماني محضرها، دارسها من قبل ومحفظها عندي، وهلأ عم شاركها معكم. يعني داخلي خاص، internal private internal private. فممكن تلاقوا بعض الأخطاء وبعض الهفوات، يعني جل من لا ينسى، بس اللفظ صدقا ما نو سهل. يعني وين كنت أنا؟ خلال السنوات الأولى، هاي هي intern private intern private laboratoire laboratoiren laboratoire laboratoiren. شو يعني laboratoire؟ laboratoire مختبر. طيب طبي صفة مدتنش تي الزد بعد حرف علة تنش. كريزة كأني فهمت المكان. conflict
اريا، كأني فهمت المعنى. كونفليكت اريا المناطق المتضررة يمكن. Krisegebiet. Krisegebiete. مناطق الأزمات، Krisegebiete. منطقة غير مستقرة Durch. خلالها. دوش. Beruflich. بغوفلش. Beruflich. بغوف هي مهنة، ليش حطوا لها ليش صارت صفة يعني بروفيسيونال مهني احترافي. بغوفلش. تمام. Erfahrung. Erfahrungen. بعرف هاي تجربة. أفاغن. Erfahrung. أفاغن. 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 أفاغن تجربة. Gewinn. Gewinner. Gewinner. Profit. Gewinn. Gewinner. ربح. Gewinn. مكسب هي. Gewinner. انه كان عم بيقولوا من خلال الترجمة العربية انه هو كان مكسب او ربح للشركة او للوكسمبورغ. Gewinn. Gewinner. طيب جيفن هي مربح او مكسب. De eerste jaren هو دكوما alles انتغن verschieden Laboratoren أبوغو كشفت خلال السنوات الأولى. die eerste jaren خلال السنوات الأولى ظرف زمان. die eerste jaren شوف شو بلش الجملة. خلال السنوات الأولى. السنوات شو هي؟ ظرف زمان. خلال السنوات الأولى. اللي شاف في مقطع يوتيوب على آن بيحكي فيه ببساطة إنه الجملة عبارة عن العنصر الأول يلي ممكن اللي نعطيه اهتمام أو اللي المتكلم بده يلفت نظرك لإله أو يعطيه اهتمامه. تمام. العنصر الثاني اللي بيكون هو على طول الفعل، إما مساعد أو فاعل رئيسي. العنصر الثالث اللي هو بيكون ظرف الزمان. العنصر الرابع اللي هو بيكون ظرف المكان. من الله ما كزمني. معنى وبلاس. معنى الطريقة. لا العنصر الثالث هو الطريقة، والعنصر الرابع هو الزمان، والعنصر الخامس هو المكان. عطت مثال انه مثلا انا فيني اقول اجن اجن هلفا زيفن منبوس او بداغبشت. ايش هي الفاعل يلي انا ركزت على نفسي؟ العنصر الاول، الشيء اللي انا عم ركز عليه، عم بحكي عن نفسي. جوين او اجن انا بروح. اجن العنصر الثاني هو الفعل. زكس اوا اللي هو الزمن، الساعة 6. مامبوس او مام اوتو او ممزوخ انه بالقطار الطريقة. او بداغبشت هي المكان. فقسمت الجملة هي ببساطة يمكن 4 أو 5 أقسام. بكل بساطة قالت لك بداية الجملة هي الشيء اللي بركز عليه الشخص أو بيعطيه اهتمامه، اللي بده يلفت نظر المستمع لإله. فإذا أنا بدي ألفت نظر المستمع للباص أو الطريقة اللي بذهب فيها للشغل، شو بقول؟ مامبوس مام أوتو ممزوخ جينيش أم زكس أو بداغشت. تمام. يعني أنا بالباص بالقطار بالسيارة بروح لشغلي الساعة 6. تمام. إذا بدي أركز على الشغل بقول أو بداغبشت جينيش أم زكس أوا منبوس. فيك تغير الجملة كيف ما بدك، بس فكرتها هي إنك أنت الافتتاحية الجملة أو بداية الجملة الشيء اللي تركز عليه أنت. العنصر الثاني هو فعل، سواء كان فعل رئيسي أو مساعد. العنصر الثالث اللي هو الزمان، أم زكس أوا أم زيفن أوا. بعدين الطريقة منبوس مم أوتو. بعدين آخر شيء المكان. فإذا أنت كل جملة أخذتها وفكرت فيها طلع هون مثلا شو هون ذاكرين. أول شيء دعيشت يوغن خلال السنوات الأولى، شو ذاكرين هون؟ عنصر الزمان هو الدكومة. العنصر الثاني هو الفعل مساعد. ليش؟ انه هون تصريف بازل كومبوزي. دكومة هو الفاعل، هو الدكومة. alles der Antrim a verschiedenen Laboratoren أبوغو كشفت. كشفت هي الفعل الرئيسي، هو كشفت فعل مساعد مع فعل رئيسي لأنه بازل كومبوزي. دكومة alles Interim a verschiedenen Laboratoren أبوغو. verschieden مختلف. Laboratoren المكتبي مختبر لابخوتوارن مختبر. أبوغو هو المكتب. انتغم هي مؤقت كأنه انتغم أو انتغن، ما عرفت شو ترجمتها هاي. شو قلنا نحن؟ عمل خاص قلنا برايفت.
intern intern, intern in الاي مثل الاي intern tern ت tern الاي مثل الفتحة intern. طيب intern فاشدن لابغتواغن ابوغو كشافت هو بالخلال السنوات الاولى لقد عمل او عمل بالماضي دكوما أليس انترم كعمل خاص أفاشدن لابغتواغن أبوغو بمختلف المختبرات والمكاتب. دوش الكوليجن أصيهين دون. ليش قال دون ما قال دن؟ لأنه دون هي الماضي من دن. كونتاكت كومت أنا أورغانيزاسيون دي هاي الكلمة ميدت سنش هدف كريش كيبايدا ليشت كريس كيبيدا ليشت. طيب نفصفص الجملة. دوش كوليجن دوش خلال زملائه دوس كوليجن خلال زملائه هي أس وين الفعل المساعد؟ وين الفعل الثاني؟ الفعل كونتاكت كوم من خلال زملائه لاحقا أو بعد ذلك كونتاكتكم تواصل مع المنظمات أورغانيزاسيون مشان ما يرجع يذكر لك كلمة المنظمات مرة تانية. دي هي جاي هون بمعنى هي اسم إشارة للمؤنث. عندك دي وديت ودين هدول الثلاثة اسم إشارة للمذكر اسم إشارة للنكرة واسم إشارة للمؤنث. دي هي راجعة للمين؟ راجعة للأورغانيزاسيون مشان ما يرجع يذكرها. عم بقول لك انه هو من خلال زملائه اتصل بعد ذلك بعد ذلك بمنظمة تواصل لقد تواصل بازي كومبوزي اس كونتاكتكم مات انا اورغانيزاسيون. هو تواصل بمنظمة هذه المنظمة دي التي متسنش طبية هلف مساعدة طبية كريس بيادا ليشت. هون مناطق الأزمات. عم بقول لك هاي المنظمة أو المنظمة التي هلف متسنش هلف المساعدة الطبية كريس كبيدا ليشت بتقدم المساعدة الطبية بمناطق الأزمات. وين هاي تبعيت مناطق الأزمات؟ ما تتسنش هاي طبية كريس كبيتا من خلال زملائه. هي دوش كوليجن من خلال زملائه أسهين كونتاكتكم تواصل بازي كومبوزي بعد ذلك دون مات أنا أورغانيزاسيون بتواصل مع منظمة التي أو هاي المنظمة المساعدة الطبية ومناطق الأزمات تقدم ليشت. كأني ما نمترجم كلمة ليشت. تعال نشوف ليشت. ليشتن ايه هون جاي اسم. ليش؟ لأنه ما نهم مصرفين للماضي. لاست ليشت لاست وين الفرنسي؟ تعال نشوف الفعل شو هاد. أنجز نفذ أنجز ليشتن جليشت. كيف بده يصير معناتها؟ خلينا بدل ما تكون تقدم المساعدة تنجز المساعدة. هي معناتها ليشت هون بصراحة يعني ما بعرف هون جاي اسم ولا جاي فعل.
المنطقة يجي فعل. ليش؟ لأنه عم بيقول لك هون ذاكر لك المفعول به يلي هو المنظمات المساعدة ومناطق الأزمات تنجز، يعني تنجز المساعدة لمناطق الأزمات. ما بعرف كيف عقله الراكب هدول. Mediciner beruflicher Erfahrung war de Kuma a Gewinne für die Organisation. الحمد لله انه العقل بيفهم الشغلة حتى لو ما قدر انه الانسان يعبر عنها. يعني هاي الشغلة يعيد تكرارها عقلك بيفهمها، بس تعال انك انت تحاول تعبر عنها كيف راكبي ما بتقدر. متنا beruflicher بفضل خبرته المهنية errufenen experience. errufenen تعال نشوف كيف لفظها هاي وينها. لابروتوار beruflich Erfahrungen متنا berufliche Erfahrung بفضل خبرته المهنية أو مع خبرته. متنا berufliche Erfahrung خبرته berufliche المهنية war كان دكوما كيفين فوز كان بمثابة ربح أو فوز. كيفين فيغ دي أورغانيزاسيون. عم بيقول لك مع خبرته المهنية، خبرته هاي المهنية هاي، وهذا الضمير راجع له مع خبرته. متنا باغوف لشا أفاغون مع خبرته المهنية كان كوما ربح جيفن في أورغانيزاسيون للمنظمة. زونتا هي أسهين أوفت أم أوسلاند كان ينشط في الخارج. أسهين أوفت أم أوسلاند أفا أخ هاي زولتسبويش كمان أيضا بلوكسمبورغ في زي أكتيف أكمت زش كمت زش يعني take care يهتم. يعني لما بدي أقولها مثلا إيش كمان مش من كنا أنا بعتني بأطفالي. إيش كمان مش دكنا. لما بدي أقول عنك أنت بتعتني بأطفالك شو بتقول؟ بتقول دي كمت زش deine Kinder أو ihre Kinder. ما بعرف شو هو الضمير الملكي للشخص الثاني، بس إنه أنت بتعتني بأطفالك. dir kümmert dich deine Kinder. أنت بتعتني بأولادك. شوي بروجين أن تدغت فيلت لنا. كتر خيره والله مقرضي العالم الثالث. Aber auch هاي زولتس بوياج في زي أكتيف ينشط أكتيف. ولكن أيضا هنا في لوكسمبورغ من أجلهم يهتم بمشاريع تطعيم ومقرضي العالم الثالث. ما أنا مقتنع بهالترجمة. تعال شوف إذا ترجم هاي الجملة لحالها. ولكن هنا في أيضا بالنسبة لهم نشطاء أكتيف والعناية بمشاريع تطعيم ومقرضي العالم الثالث. التطعيم هذا هو بروجي هو المشروع. أنف هي أول كلمة من التطعيم. هو اللقاح. شو كان اللقاح باللوكسمبورغ؟ انفغون يمكن. انفغون دقيقة لشوف. انفغون الله أعلم هيك. انفن geimpft. اللقاح geimpft هو أخذ أول كلمة بروجيان. بروجيان ولا بروجيان. دقيقة لشوف. هون شو أخذين هوني بالنص؟ أخذين أول كلمة
اللقاح، لأنه اللقاح إذا بدنا نقوله، إذا حطينا فراغ هون تمام، بدنا نكتب بس لقاح إنفن بروجي، مشاريع التطعيم، بس دامجينهم الكلمتين سوا إنف بروجيان. إنفن لحالها هي اللقاح، إنف بروجيان أندركت فيلت لنا. وين صرنا نحن آخر جملة؟ آفا أوخ هاي زولتسبوياش وأيضا في لوكسمبورغ. هو عم بقول لك هون تسنت هايا منذ ذلك الحين أسهين أوفت أم أوسلاند، كان غالبا في الخارج. أسهين أوفت أم أوسلاند. آفا أوخ مع ذلك أيضا هاي زولتسبوياش وأيضا هنا في لوكسمبورغ. خلينا نترجم هاي الجملة وركز فيها شوي. زنتا هايا منذ ذلك الحين أسهين أوفت أم أوسلاند، منذ ذلك الحين غالبا كان بالخارج وأيضا هنا في لوكسمبورغ. ليش؟ شوف على شو ركز على المكان قبل ما يذكر بقية الجملة. يعني قال منذ ذلك الحين كان دائما بالخارج وأيضا هون بلوكسمبورغ. شو السبب؟ فيها زي اكتيف من اجل نشاطات اميغ كما تزش انفرين بروجي ان دريت فيلت لنا من اجل فير زي اكتيف كما تزش انفرين بروجي، من اجل نشاطات والاعتناء أو الاهتمام بمشاريع اللقاح، إنه من أجل الاهتمام والاعتناء بمشاريع التطعيم والعالم الثالث. تغت فيلت لنا، تغت الثالث، فيلت عالم، لنا بلدان العالم الثالث. زنتا هي منذ ذلك الحين أصحيا أوفت أم أوسلاند، كان دائما في الخارج. آفا أوخ هاي زولتسبوش وأيضا هنا في لوكسمبورغ. ليش؟ في غزي أكتيف من أجل النشاطات أكما غتزش والاعتناء إمف بروجيا، مشاريع التطعيم أدغت فيلت لنا وبلدان العالم الثالث. وين صرنا هلا؟ صرنا هون؟ لا صرنا هون، لا كمان لا صرنا هون. تمام. دكوما هو دكونتاكت ماتزنا هيمشت، موطن يعني. افانت فلوا ولم يفقد الاتصال. فلوا نت فلوا لم يفقد، مزبوط. فلوا لتسويوا فلته ماتزنا فخا عند كان اب نيو دهلي فير دو فامي زو بيزيشن. والله فيك الخير. هين هو اخ ان فونداسيون هاي زولتسبوياش gegründet. أوجد أسس gegründet. فونداسيون مؤسسة. فير شبند فير شتروسة كنا عن إنديا سو زاملن يجمع. خلينا نترجم المفردات على السريع. فلوا يفقد، مفقود. جملة فليغن يفقد، فليغن فلوا. فونداسيون فونديشن مؤسسة. كرنن gegründet يوجد. spend هبة عطاء. spenden منحة. زاملن مع بعض، يجمع زاملن يجمع. طيب لترجم النص على السريع. طيب ومع ذلك لم يفقد كوما الاتصال بوطنه. كل عام يسافر مع زوجته وأطفاله إلى نيو دهلي لزيارة عائلته، كما أسس مؤسسة هنا في لوكسمبورغ لجمع الأموال لأطفال الشوارع في الهند. لنشوف تركيب الجمل. دكوما هو دكونتاكت ماتزنا هيمشت آفا نت فلوا. دكوما هذا الفاعل، عم يركزوا على كوما. هوت
فلوا لم يفقد. نتفلوا هوت نتفلوا لم يفقد. هوت نتفلوا هوت نتفلوا. دكوما هوت نتفلوا دكوما هوت نتفلوا لم يفقد كوما. شو لم يفقد؟ دو كونتاكت ماتزنا هيمشت لم يفقد الاتصال بوطنه. مع ذلك هي آفة. شوف عاد كيف ركبوا الجملة، ما بعرف أنا بصراحة. فينا بس نعتمد على طريقة آن بأنه شو العنصر الأول، القارئ على شو بده يركز ويلفت انتباه المستمع. بده يلفت انتباه المستمع على أنه كوما. دكوما لم يفقد. دكوما نتفلوا. دكوما هوت. دكونتاكت نت اجت قبل الفعل الرئيسي بالنفي، واحيانا انا بشوفها بتيجي مثلا دكوما هوت نت دكونتاكت ماتزنا هيمشت افا فلوا، او دكوما هوت نت افا دكونتاكت ماتزنا هيمشت فلوا. يعني بصراحة أنا بتوقع إنه كيف ما حطيت النت والآفا ممكن تزبط معك كمعنى يعني وبيفهموا عليك، بس قواعديا ما عم لاقي قاعدة ثابتة. أنا بعرف النت بتجي قبل الفعل الرئيسي، أحيانا بشوفها جاي بعد الفعل المساعد، والفعل الرئيسي بزت لك إياه بآخر الجملة، وفيك تدقق وتشوف يعني بصراحة. قلت سويوا كل عامين. فليت من فليت هي متتنا فقا عند كنا أبدني ديهلي أبدا نيو ديهلي. فليت هو فليت هي بطير الأخ. فليت تعال نشوف الفعل منه. تذكروا إمفن هو اللقاح. إمفن فلين جفلون تصريف فلت هين يطير هو فلت هين. طيب قالت سويوا كل سنتين. فلت هي يطير هو متتسنفخا مع زوجته عند كان أبد نيو ديهلي إلى نيو ديهلي في دو فامي زو بازيشن. ليش؟ من أجل عائلته للزيارة. جملة مبتدأ يلي من أجل عائلته زو بازيشن للزيارة. هين هو أخ هو لديه أيضا فونداسيون مؤسسي. هاي زولت سبويش كغرنت هو أوجد مؤسسي. هين هو كغرنت أوجد بالماضي البازي كومبوزي الماضي المركب. هين هو كغرنت أسس أخ أن فونداسيون هاي زولت سبويش مؤسسي في لوكسمبورغ في خشبانت من أجل جمع زوزملن لجمع شبانت هبة عطاء منحة. في غشبانت تبرع. في غشبانت للهبة للعطاء. في غشتروس كنا لأطفال الشوارع عن إنديا سوزاملن. طيب كمان هون طلع كيف عاملين الجملة. من أجل الهبة لأطفال الشوارع في الهند يجمع المال. سوزاملن. ما فيك تقول والله من أجل أو من أجل هبة أو عطاء لأطفال الشوارع ليجمع. لا تجي بمعنى فعل تماما. يعني ليك هون كاتب لك جوجل لجمع الأموال لأطفال الشوارع في الهند كهبة. فركزوا عاد هون من أجل التبرع، من أجل الهبة، من أجل المنحة، العطاء. في غشبانت في غشتغوسي كان عن إنديا سوزملن. تمام هيك بنكون إن شاء الله خلصنا الأوديو رقم 9. في لسه إن شاء الله يقدرنا في لسه نصوص كتير. حتى شفت أنا في ملخص للنصوص. هلا هذا بس الكابيتال 2 بس في الكتاب. هاي وين الايكلود؟ في بالكتاب كتاب B1 كابيتال 1. لا مو كابيتال 1. قواعد مفردات نصوص. في النصوص تمام الموجودة بآخر الكتاب. راح كبر لكم إياها.
والله ما بعرف اذا هي كافية للامتحان الجنسي ولا لا، بس طلعوا مثلا هون هذا النص. طبعا هدول كمان ترجمتهم وخلصتهم. اوديو 52، اوديو 54، نصوص طويلة اوديو 60، 80 لكو 80 كذا صفحة يعني، 115 116، واخر شيء 167 168 169 و174. هدول كلهم الحمد لله ترجمتهم وجاهزين بقى، ان شاء الله مع الوقت بركي ان شاء الله الله يقدرنا وننزلهم. هيك بنكون خلصنا درس اليوم وبنعمل بث مباشر. على فكرة البث المباشر هو عمل لإلي أنا بصراحة. اللي بيشوف القنوات على اليوتيوب، طلع لي اقتراح مرة والله، يعني قاعد عم بتفرج على اليوتيوب فانتبهت في طلاب من انجلترا، في طلاب من بلجيكا، من ألمانيا، من إيطاليا، حتى من الصين. عندهم هي الفكرة انه طالب، في منهم بيعملوا بث مباشر من 3 سنين و4 سنين و5 سنين، ايام اللي كان يعملوه على كاميرا دقة 720 او 480، دقة تعيسة جدا. فانتبهت في منهم عاملين بث مباشر لمدة 8 ساعات، في منهم 10 ساعات، في منهم 12 ساعة. سألت حالي شو عم يعمل هذا كل الوقت؟ قعدت تابعت الفيديو، تابعت، انتبهت لشغلة، انه هو مجرد ما يفتح البث المباشر لزم نفسه انه يستمر، يقعد هالقعدة الطويلة وهو عم يدرس. لما عملت هذا الشيء انتبهت لشغلة، انه بتعلم الصبر، بتحفز، بتقوي الإرادة، بتشارك الناس، وهو عمل لإلك تنبسط فيه. انه انا فعلا كنت عم بدرس دراسة فعلية بهداك الوقت، تشوف هذا الفيديو، وان شاء الله نكون قدوة حسنة لأولادنا يعني بالمستقبل اذا شافوا هيك فيديوهات، يتعلموا انه الدراسة بدها صبر، بدها تعب. اللي شفتهم انا على قنوات اليوتيوب ما شاء الله يعني عندهم مشتركين بالالافات ومتابعين كويسين والله يعني، واغلبيتهم من البنات بصراحة. بالنسبة لهذا الموضوع والله ما كتير بهتم له. ليش؟ لانه يلي بده يهتم لهذا الموضوع ويجعله شغلته الاساسية بده يكون مستمر كل يوم كل يوم، وبيعمل جدول وبيعمل اشتراك ببرنامج البث المباشر لحتى يعطي تنظيم اكتر. يعني بتفوت على هدول القنوات تكتب study with me، بتلاقيه حاطط مؤقت، حاطط كالندر يعني تقويم، ايمت بده يصحى، ايمت بده ينام، عامل تنظيم لحياته تماما وحاططها. في منهم بلجيكية استمرت على الحالة تقريبا شي 3 سنين 4 سنين، تخرجت وعم تشتغل وما عادت عملت بث مباشر، وكان عندها 200,000 شخص مشترك. ولما احضر البث المباشر تبعه ما بيقل البث المباشر تبعه تقريبا عن 1500 شخص بيحضروه بنفس الوقت، تخيل يعني. بصراحة يعني شيء حلو، شيء حلو انه الواحد يكون هيك يعني قيمة لنفسه بصراحة يعني، خاصة انه فرص العمل صايرة صعبة يعني، والواحد عنده وقت، فليش ما يستثمر هالوقت احسن ما انه ما قادر يعمل بالنسبة لي يعني يلاقي شغلة يشتغلها. والله هي اخذتها كهواية يعني، ما بتوقع اني كنت اعمل هذا الشيء، بس بلاقي هيك شيء حلو بصراحة يعني، انجاز انجاز. خصوصا انه كان النص ياخذ معي كترجمة على ايام اللي كان بس الجوال، والله اكثر من اليوم يعني، كان ياخذ معي اكثر من يوم، وخاصة اني انشغل كتير يعني، اتلهى كتير، فكون عم ترجم النص بعدين اقوم بعدين ارجع اقعد. هلا بحطه على الكمبيوتر، فوت على المتصفح، بفتح تبويبات، بفتح مترجم جوجل، باخذ لقطة للنص، بنزل النص على جوجل، بعدين باخذ المفردات، بفتح علامات تبويب، بحط على الاودي كل كلمة مع علامة تبويب، بعدين العمل كلياته بحفظه على المتصفح وما بيروح. فتخيل هيك انت يعني اختصرت شغل يوم كامل اذا ما اكتر، كترجمة كمفردات، وشغلك ما راح. رائع جدا يعني، سبحان الله الحمد لله يعني. في شغلات هيك بتساعد. الله يرحم ايام اللي كانت الناس تقعد لما تترجم الكلمة تروح على القاموس وتم تدور 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 وتاخذ هي الكلمة وتطلع لك كذا معنى
قصة طويلة. هلأ الحمد لله كل شيء صاير سهل يعني. أتمنى النجاح والتوفيق للجميع، وإن شاء الله بنشوفكم في الدرس القادم.